مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإرثية أستهلها بالعناوين. إصابة 7 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. تنظيم مؤتمر حول الابتكارات والصناعات في الإقليم الجنوبي. القروض المقدمة من فرع مول في مديرية دسني تسهم في تحسين الحياة المعيشية. مقتل شاب فلسطيني في الضفة وجرح العشرات على يد القوات الإسرائيلية. الشرطة تعيد فتح جسر استراتيجي بين كندا والولايات المتحدة. وأزمة أوكرانيا تقفز بأسعار النفط لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2014. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في إقليمي الأوسط وعنسبة أظهرت إصابة 7 مواطنين بفيروس كورونا، وقد ظهرت إصابة واحدة في الإقليم الأوسط بمنطقة أزغرات، و6 إصابات من عنسبة، 3 منها من علب رعد و2 من هبرو، وإصابة واحدة من حقات. في غضون ذلك شوفي 31 مريضا كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات، 27 من الإقليم الأوسط و4 من عنسبة. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9675، شفي منهم 9502، وتوفي 103 من المرضى، فيما لا يزال 70 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 14 من فبراير 2022. شهدت مدينة مندفرة في الفترة من 9 وحتى 11 من فبراير الجاري تنظيم مؤتمر حول الابتكارات والصناعة تحت شعار تنشيط اختراعات الشباب للتطور المستدام. وشارك في المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا 75 شابا قدموا من 12 مديرية بالإقليم الجنوبي. وقال مسؤول الشباب في الإقليم السيد قرماي قبرو إن الاتحاد بالتعاون مع الجهات الشريكة شرع في تأسيس مركز للاختراع والصناعة لتشجيع الشباب الناشطين في مجال الصناعة والاختراع. وذكر السيد قرماي إن البرنامج الذي يتطلب أفكار اختراعية وإبداعية كان يعاني من تحديات الدعم المالي والمهني، وإن البرنامج المشروع يسهم في خلق علاقة قوية ومستمرة بين الشباب المخترعين والمصنعين، وإنشاء نادي صناعة واختراع في كل مديرية، وكذلك وضع سبل واضحة حول مساهمة المخترعين والمصنعين المتأطرين للمجتمع. وقدم في المؤتمر الذي نظم ل3 أيام سمينارا بعنوان إدارة الممتلكات وإقامة مجموعة ناجحة ومعنى الاختراع ونمو مخترع ناجح، وتباحث الحضور تباحث حول المشاكل والتحديات وسبل حلها. وقال حاكم الإقليم الجنوبي سيد هبتاب تسفاسيون إنه لا إنجاز يتحقق دون وضع الأهداف، وبلا شك إن الشخص الشغوف الطموح لتحقيق النجاح إضافة إلى أفكار إيجابية يحقق مبتغاه، داعيا إياهم للعمل بجدية من أجل تنمية مواهبهم. أعلن فرع برنامج مول للادخار والقروض المصغرة في مديرية تسني توزيع حوالي 15 مليون نخفة في عام 2021 ل 1325 مواطنا على المستوى الفردي والجماعي. وأوضح مسؤول الفرع سيد تادسيم برهتو في الاجتماع التقييمي المنعقد في 11 من فبراير الجاري بمشاركة مدراء مديريات وضواحي في تسني وقلوج وهيكوتا، أوضح توزيع ما بين 6000 إلى 150 ألف نخفة بالتجول في مدن وبلدات ومناطق المديريات المذكورة، وظلت تحقق الخدمات نتائج مشجعة. وأشار السيد تادسي بأن الفرع ينشط في مديريات تسني وقلوج وهيكوتا، وقد وزع خلال الأعوام الماضية حوالي 46 مليون نخفة على أكثر من 12 ألف مواطن، واسترداد حوالي 23 مليون نخفة، وبما إن إعادة الدين في أوانه ينقذ من الوقوع في فوائد أخرى غير مرغوب فيها، يجب على المقترضين التعامل بجدية. وذكر دور المدراء ولجان القرى في التعرف على المقترضين، وقال إنه يفضل استثمار القروض في أنشطة مدروسة، داعيا لتعزيز دعم مدراء الضواحي.
من جهته ما قال كل من مدير مديرية تسنية السيد سيوم قبريسوس وقلوج السيد دسه زر ميكائيل إن على برنامج مول ضرورة النشاط في استرداد أيضا مثل ما ينشط في التوزيع واضحا العمل لتقوية تعاون الإدارات لاسترداد الدين في أوانه. أوضح المشاركون الفرص التي أتاحها برنامج مول في تحسين الحياة المعيشية مؤكدين استعدادهم للعمل بأخذ الإرشادات المهنية المقدمة لهم. احتفل الإريتريون في العاصمة السودانية الخرطوم وضواحيها والرياض بالمملكة العربية السعودية احتفلوا بالذكرى 32 لعملية فنقل التاريخية. ونظمت السفارة الإريترية في السودان والجالية الإريترية في الخرطوم العاصمة منافسات رياضية انتظمت كجزء من برامج الاحتفال بعملية فنقل التاريخية، وقد فاز بالبطولة فريق فنقل. وأشاد السفير عيسى أحمد عيسى بالكفاءة والروح الرياضية التي أبداها الشباب، موضحا العمل بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة مستقبلا لتهيئة بيئة صلبة تساهم في رفع وعكس قدراتهم الرياضية. من جهته قال رئيس الاتحاد لدوري إريتريا في الخرطوم الشاب يعقوب تسفاي إن البطولة شهدت مشاركة 392 مواطنا من اللاعبين ومدربين وتنظيم 50 مواجهة، مشيدا بالذين ساهموا في إنجاح البرنامج. كما أكد الإريتريون في الخرطوم في الاجتماع الذي عقدوه لرفع وعيهم وتقوية تأطراتهم لتعزيز البرامج الوطنية بعنوان التعبئة كضرورة مرحلية. وأوضح السفير عيسى أن سر الانتصار الرئيسي للشعب الإريتري نابع عن الوعي العالي والوحدة القوية والتأطير الجيد، داعيا للعمل لتمتين التأطرات كمواطنين لتجاوز المرحلة الراهنة وتسيير برامج ملموسة. في غضون ذلك احتفل المواطنون في الرياض بالمملكة العربية السعودية وضواحيها بالذكرى 32 لعملية فنقل المجيدة، وأكدوا الدفع بقوة لإنجاح البرامج الجارية لتوريث تاريخ النضال المرير للأجيال المتعاقبة. ساهمت الجهود التوعوية التي شهدتها مديرية هيكوتا في انخفاض ملحوظ لنسب الإصابة بمرض الملاريا عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه. وضح مسؤول عيادة هيكوتا الممرض حدش فتوي في الاجتماع الذي عقد في 2 فبراير لتقييم الأوضاع الصحية في المديرية تنظيم حملات توعية مكثفة في المناطق النائية، ما أدى إلى حصول المواطنين على الخدمات الصحية عن قرب. وقد انخفضت نسبة الإصابة بالملاريا ب36%، فيما شهدت أعمال السيطرة على السل تطورا مشهودا بنسبة 61%. وأشار الممرض حدش إلى بعض التحديات التي تواجههم كوجود حوامل لا يقمن بمتابعة اللازمة قبل وبعد الولادة، والاستفادة من الناموسيات في مصالح أخرى، ومقاطعة تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، موضحا العمل بقوة لتصحيحها. من جهته قال مدير مديرية هيكوتا السيد شيخ الدين صالح إن مشاهدة السيطرة على الأمراض القاتلة خير دليل على الجهود المبذولة والوعي المكتسب، داعيا لتنفيذ البرامج الموضوعة للتنفيذ بإجراء متابعة مستمرة ورقابة جادة لمزيد من الفعالية. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت فتى فلسطينيا وأصابت 10 أشخاص بجروح خلال اشتباك في الضفة الغربية، بينما كانت القوات تستعد لهدم منزل رجل متهم بقتل مستوطن يهودي. وقال شهود عيان إن جنودا ومسلحين فلسطينيين تبادلوا إطلاق النار بعد وصول القوات الإسرائيلية لهدم منزل المتهم. جهته قال الجيش الإسرائيلي إن أعمال شغب عنيفة اندلعت قبل عملية الهدم المزمعة بمشاركة مئات الفلسطينيين الذين ألقى البعض منهم متفجرات على القوات الإسرائيلية. ووقعت أيضا اشتباكات في القدس الشرقية بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في حي الشيخ جراح أسفرت عن إصابة 31 فلسطينيا بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. وقتل أبو صلاح خلال اشتباكات عقبت اقتحام القوات الإسرائيلية قرية السيلة الحارثية بالقرب من بلدة جنين في الضفة الغربية بحسب وكالة وفاة.
أعادت السلطات الكندية فتح أكثر المعابر البرية اكتظاظا بالحركة في أمريكا الشمالية بين كندا والولايات المتحدة، وجاء ذلك بعد أن أبعدت الشرطة المحتجين الذين كانوا يحتلون جسر أمباسادور لما يقرب من 6 أيام اعتراضا على الإجراءات التي تفرضها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا، ما ألحق الضرر بصناعة السيارات على جانبي الحدود. ووقعت مواجهات على الجسر الحدودي عندما تحركت الشرطة واعتقلت عددا من المتظاهرين، لكن الحركة التي يقودها سائقو الشاحنات ضد قيود كوفيد 19 ظلت محشودة بتحد في العاصمة أوتاوا وفي أماكن أخرى. واحتل المحتجون الرافضون للقيود الصارمة التي تفرضها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا جسر أمباسادور، وهو ما أثر على التجارة الدولية، ودفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الدعوة إلى إنهاء إغلاق الجسر. وتوقفت حركة المرور على الجسر، وهو أكثر نقاط المرور الحدودية البرية ازدحاما في أمريكا الشمالية، حيث أغلقت حوالي 15 شاحنة وسيارة طريق في الاتجاهين، مما أدى إلى توقف سلسلة الإمداد لمصانع السيارات في مدينة ديترويت الأمريكية. سجلت أسعار النفط أعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي المحتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم. وبلغت القيود أو العقود الآجلة لخام برنت 95.56 دولار للبرميل، بزيادة 1.12 دولار بعد أن سجلت في وقت سابق 96.16 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014. وأدت التصريحات الواردة من الولايات المتحدة بشأن هجوم وشيك من روسيا على أوكرانيا إلى اهتزاز أسواق المال العالمية. وقالت الولايات المتحدة أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت، وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم. تأتي حالة التوتر في الوقت الذي تواجه فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك بلاس، صعوبات لزيادة الإنتاج رغم التعهدات التي تصدر شهريا بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا حتى مارس المقبل. ذكرت الحكومة اليابانية أن فريقا من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية لمراجعة خطة اليابان لتصريف المياه المشعة المعالجة في البحر. وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية عبر موقعها الرسمي بأنه خلال إقامة الفريق في البلاد سيقيم الخبراء خطة سلامة إطلاق المياه المعالجة، والمقرر أن تبدأ في ربيع عام 2023، ولكنها قوبلت بمعارضة كبيرة من جانب الصين وكوريا الجنوبية وكذلك مجتمعات الصيد المحلية. وكان من المقرر إجراء التقييم في الموقع الذي أجراه الخبراء بقيادة جوستافو كاروزو، مدير ومنسق إدارة السلام والأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منتصف ديسمبر، لكن تم تأجيله بسبب الانتشار السريع لمتغير أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء أعود فأذكر بعناوينها. إصابة 7 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. تنظيم مؤتمر حول الابتكارات والصناعات في الإقليم الجنوبي. القروض المقدمة من فرع مول في مديرية تسني تسهم في تحسين الحياة المعيشية. مقتل شاب فلسطيني في الضفة وجرح العشرات على يد القوات الإسرائيلية. الشرطة تعيد فتح جسر استراتيجي بين كندا والولايات المتحدة. أزمة أوكرانيا تقفز بأسعار النفط لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2014. انتهت نشرة أخبار المساء، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.